حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم فشفنا مباراة الجميلة بين فريق برقان وأيضا فريق الساحل، والسيطرة فريق برقان على هذه المباراة في نتيجة 23 أو 25-23 وأيضا 25-20 وشفنا أيضا كما ذكرنا في المباراة السابقة تقدم فريق الساحل في نتيجة بسيطة، وعاد دائما في روح الفريق، وعاد أيضا لاعبين نادي برقان. مسي عليكم كباتن أبو أحمد، مساء الخير مرة أخرى. شفنا مباراة جيدة أيضا، استمرار فريق برقان ما شاء الله على المستوى وعلى الليمت الموجود، ولكن احنا استغربنا في بعض أو تريح بعض لاعبين نادي برقان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني المباراة اليوم بالنسبة لبرقان يعني مثل ما تفضلت انت، يعني كانت محسومة يعني نعم. وفرصة لمدرب الفريق ان يعني يجرب باقي العناصر الموجودة عنده باقي له مربع ذهبي، دخول مباريات مهمة. لو قلنا احنا فريق برقان يمكن تخلص من اغلب المباريات القوية، يعني بدأ بالقادسية، العربي، الكويت، كاظمة، اللي هم الاربع المرشحين لدخول المربع الذهبي. اخرج العربي من المربع الذهبي. الفريق نوعا ما في تصاعد تدريجي يعني في المباريات، قاعد يقدم من مباراة لأخرى يعني نعم. مستوى. اليوم يمكن أبقى على الثلاثة بس الأساسيين الموجودين المحترفين، لوكاس وعرفان وعبد الله الملا، وأجرى باقي التبديلات اللي يمكن شفنا اليوم عبد الرحمن الملا في كلاعب سنتر مكان عبد العزيز محارب. شفنا علي المرهون مركز رقم 4 مكان يوسف منديل. شفنا شويكر اجراء ايضا ادخله في بعض النقاط من الشوط. يعني اليوم المدرب قاعد يطمئن على باقي الدكه الموجوده عنده. ولو تكلمنا احنا على الدكه، يمكن برقان من افضل الفرق يعني اللي داخل المربع الذهبي، تملك يعني مجموعه جيده من اللاعبين البدلاء باستثناء المعد. صحيح. يعني غير عبد الله الملا، المعد الثاني انا ما ادري يعني قد يكون مو بنفس مستوى عبد الله او اقل شويه يعني، بس باقي اللاعبين الموجودين في الدكه كانتدابات، بدر جوهر او الليبرو الثاني من وين يعمل قادسيه، يعني في عنده دكه زينه يقدر يجري التبديلات لو كان الفريق يعني في لاعب مماشي كذا، فما عنده مشكله. اليوم الساحل قدم ما هو يعني بحسب امكانيات الفريق. الساحل اللي حاول يعني اجتهد في اوقات من المباراه. يمكن شفنا الشوط الاول انتهى بصعوبه 25-23، 25-20 الشوط الثاني، و25-20. الساحل قلنا لو معاه محترفين اثنين اعتقد راح يقدم بشكل افضل بكثير من ما هو قاعد يقدمه الحين. قد يفاجئ احد الفرق الكبيره. عنده مجموعه من اللاعبين المحليين نوعا ما زايدين يعني، بس يحتاج له اللاعب المحترف اللي يعني يرفع مستوى الفريق اثناء المباراه. نتمنى ان شاء الله تكون في المستقبل القريب في مباريات الدوري ان الساحل يستقطب لاعبين محترفين لرفع مستوى اداء الفريق ان شاء الله. دكتور، شفنا مباراة اليوم ما شاء الله، مباراة ايضا مستوى فريق برقان متواصل ايضا ويقدم مباراة جيدة كما ذكر اخوي ابو احمد كابتن الكبير. ايضا ريح بعض اللاعبين عشان المربع او المباريات القادمة، طبعا عشان يستفيد من اللاعبين. طبعا يعني مثل ما قلنا يعني اليوم في البداية انه هو كان عنده تشكيل معين في اغلب المباريات. اليوم للمربع الذهبي راح يحاول انه يسوي توازن داخل الفريق، ايضا يجرب اللاعبين اللي ما شاركوا في المباريات المهمة ايضا للاطمئنان على مستواهم. ومثل ما قلنا انه يبي انه يسوي توازن او يسوي تفاهم وانسجام ما بين اللاعب الاحتياطي واللاعب الاساسي اذا ما حصل ظرف ما في المربع الذهبي. لذلك يعني هو المدرب له الاريحيه الان، يعني بعد ما انتهى من الفرق اللي قلنا عنهم المرشح للمربع الذهبي. اعتقد انه له الحق اليوم انه يجرب اكثر من لاعب، وشفنا يعني مدى جاهزيتهم اليوم. يعني شفنا محمد شويكر كان جاهز في مركز 4، شفنا يوسف الملا في مركز السنتر ايضا اداء جيد. طبعا علي مرهون ايضا في مركز 4. يعني تقريبا هو تطمن على كل اللاعبين، لكن الان يبغى انه هو لازم
يحافظ على الرتم او على المستوى اللي ظهر فيه فريق نادي برقان امام الكويت والعربي وكاظمه. طبعا مثل ما قلنا والكل لاحظ اليوم الارسالات اللي هو يتميز فيها نادي برقان. يعني احنا دائما في اغلب المباريات كنا نشوف يركز على لاعب او لاعبين بالفريق المقابل. اليوم نفس الشيء، يعني معناته ان فريق نادي برقان يدخل كل المباريات بنفس التركيز بنفس التعليمات اللي تكون عند المدرب. ايضا اليوم شفنا تميز عبد الله الملا، ومثل ما قال الكابتن جاسم ما كان في تركيز على بس المحترفين، كان في تنويع بالاعداد طبعا لضياع حوائط الصد يعني الفريق المقابل. اليوم ايضا في حوائط الصد شفنا ان الكثير يعني من حوائط الصد اللي رجحت كفة نادي برقان على نادي الساحل، خصوصا في الشوط الاول. وطبعا اللي يتميز فيه هو قلة الاخطاء والتركيز في النقاط المهمة وخصوصا النقاط الحاسمة من كل شوط. اما الفريق نادي الساحل يعني للاسف احنا يعني كنا ننادي في المواسم الماضيه يعني ان الفريق من افضل الفرق اللي خرجت لاعبين يعني للانديه. يعني نذكر ان 3 معدين الان في انديه الدرجه الممتازه وبالمربع الذهبي، وهم كانوا بالاساس في نادي الساحل، اللي هو محمد غاسم الان في كاظمه، عبد الناصر العنزي في القادسيه، وايضا عذبي مالك وهو يلعب في نادي الكويت. هذا الخريجين نادي الساحل. ايضا سلطان خلف كان في مركز الاوبوزيت. اليوم عندنا من ابرز واللي يعني طبعا اللي اعلن نفسه رسميا يعني النجم في مركز سنتر اللي هو سعود الدويسان، اليوم مميز في هذا المركز ايضا من خريجين نادي الساحل. اذا الموضوع يبغى اداري قبل ان يكون فني في نادي الساحل. اعتقد انه يعني تشكيل او عمل خطه او استراتيجيه للسنوات المقبله لنادي الساحل. ايضا مثل ما قال كابتن جاسم وجود 2 محترفين في ارضيه الملعب يعني الخبره ما بين اللاعبين ايضا، والاستفاده من المحترفين، وايضا لقياده الفريق يعني في النقاط المهمه. اليوم مثل ما لاحظنا في الشوط الاول كان فريق الساحل متقدم، كان جيد يقدم مستوى جيد وكان ممكن انه يفوز. وايضا في الشوط الثالث ايضا كان غريب وتعادل في النقاط 18. لكن احنا مثل ما قلنا احنا ما نبي الفريق يوصل لمرحله الروح الانهزاميه او انه يوصل للنقاط الاخيره وتصير عنده الربكه. هذا ما كنا احنا نبيه في نادي الساحل. يعني اعتقد ان في هذا الموسم وفي وقت ان استقطاب او تعاقد مع 2 محترفين. ايضا اظن لو كان في هدف يعني ان المركز الخامس او السادس في بطولة الدوري ايضا راح يكون انجاز مميز صحيح لنادي الساحل. يعني طبعا انت اذا فزت في المركز السادس معناته ان انت عندك عدد كبير من مرات الفوز في بطولة الدوري، وهذا اللي هو معتمد الان في جدول الترتيب اللي هو عدد مرات الفوز. اذا المركز السادس يعتبر انجاز لنادي الساحل متى ما حط هدف امامه في بطولة الدوري. وبالاضافه الى المتابعه المستمره، الفريق يحتاج الى متابعه مستمره ايضا يعني يشوف مدى يعني نجاح الخطه ام فشلها. واعتقد ان نادي الساحل يعني نادي متميز في الكره الطائره، واعتقد ان عودته راح تكون سهله ما راح تكون صعبه يعني. نعم. دكتور ودي اتكلم ايضا اذا استمر نادي مثلا برقان على المستوى هذا اللي قدمه، هل تعتقد راح يكون منافس قوي في هذه الجولات؟ هو رسميا الان يعني برقان من الفرق الكبار يعني نعم. في خصوصا في هذا بس مواجهات بعد الان مواجهات يعني يبغى له فريق الشباب ويبغى له فريق التضامن. يعني مثل ما قلنا ان الفريق ومعروف في الكرة الطائرة، يعني إذا كان في فريق قوي أمام فريق شوية أقل منه في المستوى، الفريق القوي يعني شوية ينزل معاه في الرتم. هذا ما حصل مع نادي اليوم نادي برقان. وأيضا
مباراته مع اليرموك. يعني انت اليرموك عنده شوط من برقان، واليوم كان الساحل ممكن انه ياخذ شوط. مثل ما قلنا الان الاجهزه الفنيه والاداريه في نادي برقان عليهم المحافظه على مستوى الفريق الى المربع الذهبي. نعم. ابو احمد، بعد نتكلم ايضا الفرق اللي عارفينها، القادسيه والكويت والعربي، ايضا نزولنا العربي ودخول بقوه نادي برقان، التشكيله هذه اللي فيها تغيير، نتكلم عن الموضوع. نتكلم عن العربي يعني؟ نعم. العربي يعني الحين تقريبا شبه يعني استبعد دخوله في المربع الذهبي، وهذا ما كنا احنا نتمناه. العربي ايضا من الفرق اللي دائما يعني كان حاضر في المنافسات سواء المربع الذهبي او منافسات الدوري. هذه السنه يعني انا يعني رايي الشخصي يعني ان عدم التوفيق في صفقات اللاعبين المحليين كان امامهم ممكن استقطاب، كان لاعبين الجهره بعد محل الفريق وكلها استقطب منهم لاعبين. عدم توقيعهم تجديد عقد محمد قاسم اللي معد الفريق اللي راح كاظمه ايضا اثر بشكل كبير على مستوى المهاجمين اللي عندك. العربي يملك حاليا مهاجمين جيدين صحيح، بدون اداره جيده لمعد الفريق داخل الملعب. معد تو شباب، احنا ما نبي نقصي عليه، لكن يعني كبيره عليه المباريات الدوري، لسه بعد يبي له شغل كبير يعني. عشان تدارك هذا الامر وهذا الموضوع هذا عليهم ان يضحون العربي في احد المحترفين، والاقرب انه يكون معد الاوبوزيت اللي عندهم اللي هو اللاعب محمد العربي. لا ايضا لاعب كبير، لكن ظروف العربي انت تحتاج الحين في الوقت الحالي بحاجه ماسه الى لاعب معد، فممكن يستقطبون لاعب محترف معد حاليا ويتمون على الفس، والباقي المهاجمين اللي عندهم انا توقع شخصي راح يكون شكل الفريق افضل بكثير مما هو عليه الان. الحين يملك مهاجمين بدون اداره جيده من معد الفريق، هذا قاعد يسبب له مشكله داخل الملعب. كاظمه ايضا تصدر في بدايه الدوري، اول 3 مباريات كانت ضعيفه بالنسبه له. اول مباراه قويه كان صدم مع برقان وفاز عليه برقان 3-0. كاظمه لحد الان تحضيره حق البطوله مو بالشكل المطلوب. ما نبي يكون احنا نقيم محترفين في اول مباراه مع برقان انه مستواهم، بالعكس انا اشوف المحترفين لا باس فيهم. عدم الاستقرار على الموعد بشكل كبير، يعني انت الحين شفنا اول مباراه محمد قاسم، بعدين عبد الرزاق اللوقاني. دائما انت تبي الاستقرار لازم ثبات الموعد، ثبات مستوى الموعد مع الضاربين اللي عندك صحيح. فكاظمه يحتاج الى استقرار في ناحيه الموعد، وايضا اللاعبين المحليين الموجودين عنده كلهم بعيدين عن مستواهم. لو تكلمنا عنهم واحد يعني بعيد عن مستواهم، مو هذا المستوى اللي احنا نعرفه عن لاعبين كاظمه. لكن هذا تو الحين اول بطوله في بدايه الدوري، ممكن كاظمه يصعد في المباريات القادمه ان شاء الله. القادسيه مثل ما قلنا، القادسيه مثقل بالاصابات اللي بالفريق، دقالمه، سالم فريج، عبد الناصر العلزي اثرت عليه. اي بس ما زال القادسيه زين، يعني ما زال محافظ على رتب الفريق، محافظ على شكل الفريق داخل الملعب. القادسيه يملك خبره، يملك كذا، لكن ايضا مو كامل قواه او كامل عافيته خلينا نقول مع الاصابات الموجوده عنده داخل الفريق. الكويت عودة الصابري مع نادي الكويت، عاد الفريق مرة أخرى إلى المنافسة، إلى رفع من مستوى الأداء الهجومي بالفريق، إنهاء الكرات الصعبة يعني الموجودة عنده. نعم. أتمنى التوفيق للجميع. ناخذ أعزائي المشاهدين نروح معاكم فاصل ونعود إن شاء الله.